فاوعى تعمل زيي وتأجل نجاحك 3 سنين. الخوف من الفشل أصعب من الفشل نفسه، لأنك بتبقى رقصت على السلم، لا أنت نجحت وحكمت على نفسك إنك تدوق طعم الفشل وأنت ما فشلتش أصلا. واوعى تستنى اللحظة المثالية، اللحظة المثالية مش هتيجي، ابدأ باللي معاك. ودايما حط لنفسك قصص نجاح تلهمك. أهو الدحيح ده مثال ملهم جدا للي عنده فكرة عايز يبدأ بيها، اللي متأكد منه إنها كانت فكرة من باب الضحك، بس هو اجتهد ودرس فكرته كويس وبذل فيها الجهد وخد بالأسباب واداها كل ما يملكه من مجهود، راح ربنا يكافئه بانه بقى الدحيح، واللي راهن عليه ان هو ما كانش متخيل هذه المكانه اللي هيوصل لها. انتوا عارفين الحلقات اللي انا بعملها دي انا كان نفسي اعملها من سنه 23 والله، بس كنت بقول لنفسي يا عم مين هيتفرج عليك، يا عم انت اصحابك هيتريقوا عليك ويقول لك ده انا بس اللي بشوفك، الناس هتضحك عليك. وفعلا